تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودن بكتاب الله والسنن التي فهم أئمة حزب الاتحاد يمدحون ويثنون ويمجدون ويدافعون عن القرضاوي الذي ظهرت بدعته وتبين للناس أجمعين ضلاله. قوى الدفاع أيها القرضاوي والضلال كي سعيد والقوم، وجمع بين بدعتين من البدع الكبرى، فهو من أهل الكلام وفي نفس الأمر من أهل الرأي، وهاتان بدعتان ولا بدعة الكلام، فهو أشعري يدافع عن الأشعرية ويدعي أنهم هم أهل السنة، وهو صاحب الرأي يترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع هواه. ولهذا أمثلة كثيرة دونت وكتبت في كتب كسيد هذه وحويا ومن أعظم المجددين، إنما جدد البدع. العلم السنة، علم هو السنة، بدع علم ما وهي تلمامي وحويا إنه كسعد منهج رشيد. عليكم بالله، منهج وسط ومعتدلة. الوسطية والاعتدال ومن سمات مذهب الحق وعلامتها منهج كحقها صمع. كان معناه منهج القرضاوي ومنهج حق، منهج بشير كصفين إنه يهي منهج كيسو منهج الاعتدال والوسطية، منهج رشيدوية. فمن يرى أن منهج القرضاوي هو الحق وأنه هو الذي كان عليه النبي والصحابة، كيف يدعي السنة والسلفية؟ قد كوارك قرضاوي ومرك قاركود كلمات كفرية كهرلاية، كلمات كفرية، وعلماء الشجاير ردتها بدعان هذا الكيد رداء. هدو منهج كيس ياهي منهج كي حقها الرسول كي الصحابة دا يكسو عليه عدة لمنهج كيسا كي رسول كي الصحابة إلا صفات كسوا منهج كي حقها صفات كيسي سنة ديبو الشيغاني يا طلب سلفية ديبا تيقو الشيغاني. قارنوا بين أمرين، كبيرهم هو علي ورسمه طعن في الأئمة في ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب في محاورة مشهورة، أيها أئمة لا قطع عن يوم قدر. وكبيرهم الثاني يمدح ويثني على القرضاوي. يعني هؤلاء الأئمة نوال الضرية عد دفاع الثانى مشهور، وكم إذا إياك وظلمي كعلينيس قرضاوي وضلال كيسة يبدي العديس ظاهر أي تهينا ساسا لو تمجيدنا يوحويان لو دفاعية ومنهج كيسي لو تسكي يديني صنعنا معها بل يرسل إلى قرضاوي الراعات فهذا منهج كيسي من الشوطة كاها معتدل كاها الرشيد كاها ويكس على منهج إخوان المسلمين. يا سبحان الله، من يقول ليس بينه وبين اليهود عداوة دينية؟ كيف يكون منهجه حقا ووسطية ومعتدلة والرشيدة؟ من يقول بيننا وبين اليهود والنصارى مؤاخاة بدليل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة ونحن مؤمنون وهم مؤمنون من جهة؟ كيف يكون منهجه وسطية ومعتدلة والرشيدة وحقا؟ من يدعو الناس إلى موالاة الكفار، وآيات كي موالاة الكفار كدقينا لوقت قارب كسب صناعي وقت قاني بكوالا دافوا ولا البحر سوما نتكيسوا حقوية. يعني أمات عقيدة الولاء والبراء. القرضاوي حقا أمات عقيدة الولاء والبراء. شفي عنه ودلي وهو عقلاني من حديث رسولك عليه الصلاة والسلام. عقل جيسا كور جيري قارس كلا رسولك مركو سيدايرو كبتمية كما يدبعين لما نسيسا الرشيد ومعتدل والسطح. ومن جهة أخرى جمع بين الإرجاء والخروج
وحاصل التوراة لسه بركي بل حتى أقباط يقولي والأقباط قدموا آلاف الشهداء وحكافر شهيد كل شيء ولي نورك أقباط وحي قدمين بولي قاي هورين كمنا شهداء من علمنا كباقية يدعو العلمنا ويحارب تحكيم الشريعة قوله أنا لا أريد دولة دينية لا أريد دولة المشايخ والملالي جمع ملا وملا وكذا أنا الدولة الدينية دوري ماي دولة المشايخ دوري ماي هي ملاياش سواء تحرير كخطبة بيني وكإخوان المسلمين فوضيين مصر ولا زالت الفوضى فيها إنما أريد دولة مدنية وحمدوني الدولة مدنية ما هي الدولة المدنية دولة علمانية على تحكم الشريعة من كفار يعيروا دقيستو دمر كفنانات هدون نقول هذا كور الشيخ إيمانت وحويا والله أنا وحنا أبغى الآن دقيستا وحويا سارة أحمديو شنكرانيو فلانية بان دقيستا بالكور كيف تراه كواسرة أبغى هلا ولي بوكوراه ساسو الليل كتبت سكو قرية ولا يوحن كهلا نقول إن أم كلثوم يا فلانية فلانات المصريات سيفي عنها نبقيت هذا منهج الوسطي ومعتدل والرشيد يا سبحان الله من يترحم على من مات على الكفر متقال لما كبل سيمد الله نحرسه ويديريه وفاننا عيا وكريستان كنا ودعين يوله إلهي ما كقاضي خير إلهي هو بدله خيرك إيو كوارك وامح إنه نشرينها يسوى معها كفر يقال لما بعضها دي إسلام كان أولاد قال لي ترحم عليه يعني بس لنعكس طولة قبطوم مسألة الولاء والبراء مسألة البدعة شذوذات الفقهية وحل سوكو بكرية معها فما الذي حملهم على تسييتها وعلى ذي شيء تسييتها نوعات حتى ما هذا يبغى التحريريين أنا بحثت بحثا بيان يقولان الإخوان المسلمون هيئات كودة أشخاص كمدة حتى موقع قرضاوي كقران هي بشير صلادي الرجي سواي وحوجي كسوق بوستين هي يتناقض شيء كلهم بيان يبغى إليهين فجمعوا بين السرقة العلمية وبين إيش بين تزكية أهل البدع والأهواء فكاية كدق من دليرته قفك الصلاة سنة ظاهر الصنع وحيابا نوع عاسة لغوك لبحية حيابا نوع عاسة هي لغوك لبحية وقفك السنة وكذبت يجا كلاغوك لموقنية أهل السنة لا يزكون أهل البدع حتى قفك عبدو مظلوم يهضل بهذا كالدفاع ومن الكيسة تسكيدينسة باطل كار هذا دورك على الأقل إلا الظلميين دي الظلم يقسيه صوغة لكن كيف تزكي من هذا والباطل سألت تسكيدين سمنت في صباطك صالي نقول خلط ذكرى لما ورنكرو منك قال فربا اسكو هاي سوين تربول بالله ديرو بلايا للضبادك هذا دورك تطلت إرد بادت والظلم تاي حق الرأي تاي سيتاك هذا لكن ما الذي حملك على تزكية من هذا التلازم كما دحيا لغلا عرض حاكوا حنباري من الكيسة إلى التزكية وحديث عبد الله بن عمر في البخاري ومسلم يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم من جنة نار تدحتها جنب الواقع فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه من ولا بوحي كواري أتاو كتشرو كتشنيا نار من ندمان مايا وهو عند البخاري من حديث أبي هريرة يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود بلا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود بلا موت وجاء عند أبي يعلى والطبراني في الأوسط زيادة فيذبح كما تذبح الشاة فيأمن هؤلاء وينقطع الرجاء هؤلاء صناف قال لو قورع موت كي لو قورعيه مركاسا أهل الجنة آمن بين قريان يعني دمشق iyo waxa aamin ka noqonayaan ila dhimashadii ba wata la gowracay ahlu naar ka rajadooda go'aysa marka khalaas halkaas ad ku waaraysa ka soo bixi maysan
أهل السنة حديث كم سيسا يكون رمينيا ومن أخبار الغيب وأرين مقن وأين نركعين والرسول كوينو شيغو كان صح إن رمينا واجبا ما ربنا إن لو بندق عقلك أما أهل البدع من المعتزلة والعصريون حديث كان يا حديث الله متكابا وديديان وعقلك وبندقيان ومحي ورانيان وحولين موتكو أما دمشقو وشيء معنوية markaad sidee ku dhici kartaa in la gowraco waata keentay inay inkiraan waxyaabaha noocaas oo meerin amalkii la miisaamiyay iyo masaa'isha la midka ah aqligooda u bandhigeen waxa la weydiiyay sheekh Abdullah ibn Sheikh ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab hadithkan kaasa wuxuu ku jawaabay alladhi yanbaghi lil mu'min tasdiq ar-rasul fi kulli ma akhbara bihi mu'minka waxa waajib ku ah وحكى رسول كو رمين الرميست من الأمور الغائبة وكم إذا رماه إنك مقني غيبك وإن لم يعلم كيفية ذلك يعني قرن بأرين تاقاب كذي كما مدح سبحانه المؤمنين بذلك بقوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لا يحكوا أمان المؤمنين في أول البقرة إن الرمينيان غيبك وقد مدح الله سبحانه أهل العلم بأنهم يقولون في المتشابه آمنا به كل من عند ربنا كوارمين أهل السنة كتاب كالدرر السنية جزء كوات صحيح بقول لحدا يكو أهل البدع قديم حديث كوات ديد الشري يا حديث لامدك وحنا نرنتروا مجرد التمثيل وتصالوا ضدك وحلقوا فهم سنة لكن حقيقة ما وقد أنكره من المبتدعة المعاصرين أهل الضلال القرضاوي حديث كان وإنكره يا حديث الله متكابة وحديث أمور تغيبك نوعا كورميسة مذهب كقرضاوي وكله ومذهب المعتزلة وحا ويري وحا عقلك لقو قرن يا بوري قرضاوي حديث كما ركاذي أن الموت ليس حيوان ولا كبشا موت كأمر مشهد حيوان يوانطونيناني هاي كوحبك بتشيران حديثك كذلك رسولكم مركو عليه الصلاة والسلام دمرك مركو كان لي ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح رسولك ويسك كفتم يقول مركو رسولك عليه الصلاة والسلام لا يقتل المسلم بالكافر مسلم لو مدي لك رجال wuxuu yiri casrigeena taadi shaqeyn mayso casrigeena waxa shaqeynaya in muslimka gaal dila loo dilo taasa wanaaga islaamku maanta uu ku muuqan kara dadkana inuu ku kasban karna markuu soo maray xadiiskii Abi Bakra la yuflihu qawmun wallahu amrahum imra'an wuxuu yiri oo waqtigii raggu ay xukunka marorsadeen buu xadiiskaas ku saabsanaa wuri waqtigii nabiga raggu ay xukunka marorsadeen laakiin waqtigeena gabadha wax u diiday ma jirteenay ومضاها وطلسوا وغير هذا وحلا سوكوا بكرماها مواقف نوع عاسى وكان حلي الشيخ يسقنا البدعة كمدها محمد الغزالي وصدا موقف كنوع عاسى كيس تاقي ترى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال الشوكاني رحمه الله ومعظم ما يقصده بهذا هو الطعن على الشريعة وإبطالها لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا للمسلمين علم الشريعة من الكتاب والسنة فإذا تم لهذا الزنديق باطنا الرافضي ظاهرا القدح في الصحابة وتكفيرهم والحكم عليهم بالردة بطلت الشريعة بأسرها لأن هؤلاء هم حملتها الراوون لها عن رسول الله فهذا هو العلة الغائية وشيددوا أي وقصعدان عيد الصحابة واتع وجميع ما يتظاهرون به من التشيع الكذب وحلال وحي موجسنا يانوها إليهين أنصارت أهل البيت كوابان وزور ومن لم يفهم هذا فهو حقيق بأن يتهم نفسه ويلزم تقصيره قف كان انت فاهمين إن انت أوصعدان روافضه وقف مضن إنه نفسي ستومه وإنه سقوا حكسيه قف كان انت فاهم واي
وهذا ما عليه كثير من المسلمين اليوم ولذلك السنة الشيعية إلا أهل السنة أنه شيعة منهم أيام فهم سنة الشيعة انتهى الصعدان هؤلاء الروافد انتهى الصعدان إن انتهى طيب وقارب الله كم إذا أورانيان وهو ينحشي على اسكم خلاف سنة وولا له كو صوفية قاركوت ساوى إلها ورمتوا لحوا اسكم خلاف سنة واحد انت قواسم مشتركة والصوفية القبوريين تهي الشيعة كبحث وشركة يدي بدع عدم وداقان لكن أهل السنة وأهل الحديث وحوين بيسكو خلاف سين وكذلك كثير من الحركيين وحي معروف كويين ولا قالوا هيان إيران يا الشيعة يا الدفاع بدءا بالإخوان المسلمين ومرورا بفروعهم إخوان المسلمين كعام بيكوين إلا زمن حسن البنا تغريب بيودي واحد هذا بين الشيعة والسنة إلا كسو قاعدة وحوين يوسف القرضاوي ما المدى ويد مركي إخوان المسلمين كيو دولة سوريا أي استيران الثورات كواي بلامين أيو سي باردة ويري قرضاوي إمي كانوا قاعدين علماء وحويان سعودي وين قصح صراين مركي الشيعة سيادة وقاعد ليين لكن ما ولي هذا ما تشير تبرر كتبرر عقائد كذا ما التكفير لهم أو التبديع أو التضليل وقضية سياسية هذا الكيس وحويان كم وقتها إما قضية وحويان عقائدية والله ثم بالله ثم تالله هؤلاء الأئمة والسلف الصالحون حتى وقت جاءنا نشوقي لهايين ما كان مذهب إلا تبديع هؤلاء مذهب كل واحد كلام النقدين كوين تبديعيان ويان هدو هذين أشعرية وأهل الرأي كالقرضاوي فهم الذين يدافعون عنه ويمجدونه يقع دفاعية وأمانية ضدك أقوية رأيه هدي سلفك كاسوا قال لهاين كورا من أشعرية وأهل الرأي نأه بل عقلاني ومعتزلة دين كشبهين قف سيده الدفاعي وبيانات صاري ومنهج كيسيدتك وأماني ومعتدل كل شيء ترى موقف كود محيو نقول الله waxa hadalada badan ka muuqato kutubtooda ku qoran mowqifkoodu inaan wax kala noqdeen inay ka tabdiiciyaan mooyaane imaam ahmed ayaa waxa la weydiiyay ibrahim ibn ataq وقال لا اعرفه بوري isaga shakhsiyan garan maayo wuxuu aaminsan yahay iyo arimahaas iyo firqayru kamid yahay illa annahu kana min ashabi bishr al-mirrisi لكن بشر من رئيس منك لو رنت رأي ضدك أصحاب الله أبوها فينبغي أن يحذر ولا يقرب أي منه ولا يقلد الشيء من أمور الناس وإن الله من شيء كم إذا رماها مسلمين ابن الجوزي وكوري في مناقب إمام أحمد رحمه الله تعالى ومن الغريب هؤلاء يعني جماعات الصوفية التي عرفت بالتصوف بالدعوة إلى العقيدة الأشعرية والماتريدية وكذلك بنشر البدع والخرافات أي الدفاعية محو موقف كالسلف كنا قلنا طلع هذه كواس يكون يسوى قاري لهاين وكذلك كل من انتصب إلى الحركات والجماعات أي الدفاعية عقيدة السيامات كيسو وحدون يواها